الفيديو بتاع النهارده هيبقى مميز جدا لان احنا تقريبا النهارده هنتكلم على احلى واهم مرحله في حياتك، المرحله المهمه والمرحله القويه جدا والحلوه جدا جدا اللي في حياتك، مرحله الجامعه او فتره الجامعه، او الناس بتقول ان هي احلى واهم مرحله في حياتك. انا بصراحه لسه ما جربتش او لسه ما عرفتش الشعور ده فعلا، لان انا فاضل لي سنه واخلص الجامعه واخلص المسيره التعليميه، فان شاء الله بعد ما السنه تخلص هشوف واتاكد بنفسي هل هي فعلا كانت اهم واحلى مرحله في حياتي، ولا اللي جاي برضه هيبقى حلو، هتبقى ان شاء الله المراحل كلها حلوه. انا لسه ما اعرفش، ولكن خلينا نمشي مع الناس ونقول ان هي فعلا احلى واهم مرحله في حياتي. انا بصراحه الفتره دي انا شايف فعلا ان هي مرحله مهمه في حياتي، وهي مرحله قويه برضه. بصراحه بالنسبه لي اول سبب ان انت مش بيبقى عليك مسؤوليات، انت تقريبا المسؤوليات بتاعتك اللي هي تنزل الجامعه او اللي هي تروح الجامعه وتذاكر وتشد حيلك. المسؤوليات المنهج بتاعك بس، خلي بالك من المنهج بتاعك. تاني حاجه انك بتبقى فاضي كتير جدا، وبتبقى فاضي وقت كبير جدا. الوقت ده بصراحه انا شايف انك لو استثمرته هتطلع بحاجه كويسه جدا وحاجه قويه جدا من الجامعه. ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده هيبقى فيديو هادي جدا وفيديو خفيف جدا ان شاء الله. برضه في الفيديو ده هنتكلم على 3 بوينت، او انا بالنسبه لي شايف انها اهم 3 خطوات او اهم 3 نقط المفروض انك تعملها في الجامعه، والمفروض انك تاكد على انك تعملها في الجامعه علشان تطلع من الجامعه باقصى استفاده. يا رب الفيديو يكون مفيد من البدايه. طيب في بدايه الفيديو انا شايف ان اللي داخل الجامعه نوعين من الطلاب. النوع الاول من الطلبه اللي دخلت الجامعه شخص ذاكر واجتهد وتعب على نفسه في فتره الثانوي وضغط نفسه جدا لدرجه ان هو ربنا كرمه بالكليه اللي نفسه فيها. ومعلش ملحوظه بسيطه هنا، مش معنى الكليه اللي نفسه فيها ان هي طب هندسه صيدله، لا خالص. انت ممكن يكون نفسك تبقى فنون جميله او نفسك تدخل كليه فنون جميله، ذكرت ربنا كرمك بالكليه دي، انت كده حققت حلمك والف الف مبروك. فالشخص ده لما يدخل كليه الاحلام او الكليه اللي كان نفسه فيها اكيد بيبقى مبسوط وبيبقى فرحان جدا. فيا صديقي مبدئيا الف الف مبروك وربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله. الشخص الثاني شخص تعب وذاكر في الثانويه العامه، ولكن ربنا ما كرموش او ربنا ما قدرهوش ان هو يدخل الكليه اللي نفسه فيها زي انا. ولكن الحمد لله على كل حال، انت لما بتدخل الكليه لو لا قدر الله ما دخلتش الكليه اللي نفسك فيها، بعد ما تدخل الكليه اللي دخلتها هتتاكد وهتعرف ان ربنا ليه دخلك الكليه دي وما دخلكش الكليه اللي نفسك تدخلها. والله حسابات ربنا غير حسابات البشر خالص بصراحه. بس لو انت يا صديقي زي دخلت الكليه اللي مش كان نفسك تدخلها او اللي مش حاببها اساسا، عايز اقول لك انك تكام داون او انك تهدى كده وانك تريلاكس مع نفسك، وان شاء الله ربنا هيكرمك. برضو الفيديو ده مهم جدا 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 ليك، لان ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على كام بوينتس مهمه جدا لاي حد ما دخلش الكليه اللي هو حاببها، او لاي حد برضو دخل كليه هو حاببها. ان شاء الله الفيديو هيبقى للاثنين. انا برضو شايف ان الحاجات اللي هنتكلم عليها النهارده بصراحه مهمه لاي حد، لو انت في كليه مهمه ليك، لو انت مش في كليه مهمه ليك. الحاجات اللي هنتكلم عليها مش مقتصره على اللي في اولى كليه او على اللي داخل كليه جديد، لا خالص. انت لو في رابعه كليه ان شاء الله المعلومات اللي هقول لك عليها في الفيديو ده هتفيدك، ولو بدات فيها هتفيدك جدا جدا كمان. طيب ملحوظه خفيفه بس في اخر الفيديو ان شاء الله هقول نصيحه للي دخل كليه هو ما حاببهاش، فان شاء الله اسمع لحد اخر الفيديو وان شاء الله النصيحه تفيدك. خلينا بقى ندخل على اول بوينت هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده، وهي بوينت مهمه جدا لازم تعملها في فتره الجامعه، هي انك تصاحب ناس كتير او ابني علاقات كتير. ابني علاقات كتير، ما تبقاش الشخص المتوحد في الكليه، الشخص اللي هو ساخط على الكليه او اللي هو ربنا ما كرمهوش بالكليه اللي نفسه فيها، فهيبقى ساخط وهيبقى متوحد وما يكلمش حد وهيبقى دايما زعلان ودايما مخنوق ومش عايز حد يصاحبه ولا عايز يصاحب حد. لا لا، فكك من الدور ده خالص صديقي. لا، الكليه حلوه والكليه جميله وهتدخل وهتضحك وتهزر وتصاحب على الناس والناس هتبقى حلوه. اطلع من الزون ده، علشان انت لو دخلت في الزون ده بصراحه وحش. حاول انك تطلع من الزون ده، صاحب ناس، اتعرف على ناس كتيره. موضوع انك تبني علاقات كتيره في الكليه بتاعتك ده اللي هو لما ربنا يكرمك مثلا بعد التخرج او فتره الجامعه عموما، لما تروح المكان الفلان مثلا وانت اوريدي ليك معرفه فيه، على الاقل يا صديقي مش هتبقى غريب في المكان، لا انت هتروح المكان هترن على صاحبك اللي اوريدي اتعرفت عليه من الكليه، هيجي لك تخلص المصلحه بتاعتك او ممكن تقعد معاه برضه عادي جدا. برضه موضوع العلاقات بيهمك ومهم فيما بعد التخرج، ان انت كتر ما تزود علاقات ممكن فرص العمل تجي لك من العلاقات اللي انت ربيتها في الكليه دي. فلا، في البوينت دي انا عايز اقول لك انك تربي علاقات، كون علاقات، واللي هيساعدك في البوينت دي وهي انك تكون علاقات هي انك تدخل في الانشطه الطلابيه في الكليه بتاعتك. الكليه بتاعتك او الجامعه بتاعتك هتلاقي كل فتره والتانيه كده بيعملوا كورسات او بيعملوا انشطه كده للطلاب، اللي هو تطلع على الستيج او انك تروح كورس، تروح مؤتمر والحاجات دي. ادخل في الحاجات دي، الحاجات دي مهمه جدا. الحاجات دي هي اللي بتزود دايره العلاقات بتاعتك وبتخليك شخص معروف. انا نصيحه واحد قالها لي من واحد متخرج، قال لي ابني علاقات، كون علاقات، لان العلاقات هتفيدك. وبصراحه البوينت دي انا لما بنيت علاقات حاليا حتى وانا في الدراسه فايداني للامان. فالبوينت انك تبني علاقات، خليك الواد الحبوب والواد اللي بيحب الناس كلها والواد اللي بيبني علاقات. حلو جدا. تاني حاجه عايز اتكلم عليها انك تعملها في فتره الجامعه، وانا بصراحه شايف ان الحاجه دي مهمه جدا وان هي انسب وقت انك تعملها هي فتره الكليه بتاعتك. انت بتقعد 4 سنين او سنتين او 3 سنين بتبقى فاضي، فالحاجه دي مهمه جدا جدا في حياتك وفي مستقبلك وفي كل عالمك كمان. الحاجه دي هي انك تتعلم انجليزي. انا اسف يا صديقي، ولكن والله 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 لو عدت المرحله دي وما اتعلمتش انجليزي فانت هتبقى خسران وهتندم كتير كتير كتير. انا ناس صحابي اتخرجت وندمت جدا ان هي ما اتعلمتش انجليزي، طلعت بره ولقيت ان الواقع الفعلي اللي بره او الواقع العملي اللي بره بيتطلب انجليزي. نمبر 1 الانجليزي.
انجليزي، فلازم تتعلم انجليزي في الفتره دي. انا مش هرد كتير في البوينت بتاع التعلم الانجليزي لان انا اوريدي نزلت فيديو عن اهميه الانجليزي، ونزلت فيديو عن انك ازاي تتعلم انجليزي، وان شاء الله الفتره اللي جايه ههتم بموضوع الانجليزي ده. فانت ممكن تروح تشوف الفيديوز اللي انا نزلتها، هسيبها لك في الديسكربشن وهيظهر لك هنا. ولكن انا عايز اقول لك ان الانجليزي حاجه محوريه، يعني فكك اللي هو انت لازم الفتره بتاعت الكليه بتاعتك معاك 4 سنين يا صديقي، ولو انت فاضل لك سنه واحده زي برضه تستغلها وتقدر تتعلم انجليزي. ال4 سنين او السنه بتاعتك استغلها وتعلم انجليزي، جاست تتعلم انجليزي. الانجليزي مهم جدا جدا. خليني بس اكد على البوينت دي واقولها تاني، استغل فتره الكليه بتاعتك وتعلم انجليزي. بص، هو مبدئيا لازم تتعلم انجليزي لان الانجليزي اللغه الاولى على مستوى العالم، وبعدها لو ربنا كرمك وتعلمت انجليزي وبقيت بيرفكت فيه اتعلم لغه ثانيه عادي جدا. وكتر اللغات كتر ما بيزود فرص العمل بتاعتك. اللي هيساعدك في موضوع انك تتعلم انجليزي الفيديو اللي انا نزلته هنا على الشانل، هسيبه لك في الديسكربشن وهيظهر لك هنا، حاول انك تروح تسمعه. سالت واحد صديقي متخرج من فتره او متخرج السنه اللي فاتت، قلت له يا اسطى ايه الحاجه اللي كان نفسك تعملها في الكليه؟ والله العظيم ما قال لي غير اني اتعلم انجليزي. قال لي يا كريم انا لما طلعت لقيت ان العالم كله بيتعامل بالانجليزي وانا ما اتعلمتش انجليزي، فالموضوع صعب. بس فانا جاي اقول لك النصيحه بتاعت صاحبي ده، واقول لك النصيحه بتاعتي انا شخصيا برضو، اتعلم انجليزي. ثالث حاجه واخر حاجه لازم تعملها في فتره الجامعه وتستغل فتره الجامعه وتبدا انك تتعلمها وتعملها، هي انك تقرا. القرايه، تتعلم انك تقرا. انا مش عارف موضوع القرايه ده والله مش واخد حيز من الاهتمام خالص يا اسطى. لازم انك تقرا، والله القراءه نقطه محوريه في حياتك. اقرا على قد ما تقدر. القراءه حرفيا بتفيدك وبتخلي النضج بتاعك يعلى وبتفيدك في حياتك بصوره كبيره جدا جدا. لو مش متعلم القراءه ابني عادي تتعلم القراءه، اتعلم انك تقرا. موضوع القراءه هيفيدك في نقطتين. اول نقطه وهي انك بتزيد من معلوماتك او بتعلي النضج بتاعك، بتعرف تتعامل مع الناس، بتزيد من الثقافه بتاعتك، الثقافه العامه بتاعتك، بتزيد من خبراتك لان انت اوريدي بتقرا الناس دي بتديك الخبرات بتاعتها، فانت بتتعلم خبرات منهم بدون ما تروح انك تجرب الخبره اساسا، بتاخد خبرات. ثاني بوينت انك لو اتعلمت القراءه وحبيت القراءه انت ممكن تقرا في المجال بتاعك بتاع الدراسه بتاعتك. يعني فور اكزامبل مثلا او على سبيل المثال لو انت مثلا في كليه حقوق فانت هتقرا على القانون، فده هيعلي البوزيشن بتاعك في الكليه بتاعتك، او في اي مجلس صحاب انت قاعد فيه لما تكون قاري على الحاجه بيعلي البوزيشن بتاعك في المجلس. لو انت مثلا في تجاره اقرا على الحسابات، لو انت مثلا في طب اقرا عن كتب الطبيه. القراءه هتفيدك بكل المقاييس. القراءه تقريبا من الحاجات اللي انت مهما تزود فيها بتبقى فايده، بتجيب فايده اكتر، مش بتخسر اساسا. فتعلم انك تقرا ولازم انك تقرا. انا كده خلصت الفيديو، بسيط جدا وحلو جدا. يا رب تكون استفدت صديقي. ودلوقتي هنتكلم على النصيحه للشخص اللي دخل كليه وهو ما حاببهاش. بص يا صديقي، اولا انا عايز اقول لك انك تقول الحمد لله على كل حال، وان شاء الله اللي جاي هيبقى خير وما هيبقاش غير خير بعون الله، وهتتاكد مع الوقت او هيجي لك السبب اللي ليه ربنا دخلك الكليه دي. زائد عايز اقول لك انك تتعلم مجال بره الكليه بتاعتك. يعني لو لا قدر الله انت ما حبيتش الكليه بتاعتك او انت بكل المقاييس مش حابب الكليه بتاعتك وبرضه ما عرفتش تتاقلم مع الكليه بتاعتك، عايز اقول لك انك تشوف مجال بره، تتعلم مجال بره، اي مجال من المجالات اللي بره دي حاول انك تتعلم. فحاول انك تضغط على نفسك فتره الكليه وتاخد كورسات في الحاجه اللي نفسك تتعلمها، برمجه، ديزاين، تصميم، اي حاجه من الحاجات دي. انا كده خلصت الثلاث نصايح او الاربع نصايح اللي انا كنت عايز اقولهم للي داخل كليه او اللي اوريدي في كليه. طبق الثلاث نصايح دول واوعدك ان شاء الله فتره الكليه هتبقى فتره جميله جدا، فتره حلوه جدا. وبرضه انا عايز اقول لك انك انجوي بالكليه يا صديقي. انت فعلا بتبقى جامد جدا في الكليه، فاضي تعمل اللي انت عايزه، بس برضه تخلي بالك من نفسك. بس قشطه يعني تتعامل مع الناس وصاحب واضحك وهزر واطلع واخرج وروح وتعال، لان هي فتره فعلا حلوه والله. والواحد حزين جدا جدا انه هيتخرج، بجد الواحد حزين، بس ان شاء الله اللي جاي يكون خير لينا كلنا. انا كده خلصت. في اخر الفيديو عايز اقول لك thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي. ايه يا اسطى انا مروج عليه سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس 100. عايز اقول لك في اخر الفيديو ان النصائح دي نصائح بدائيه او مش كل النصائح اللي المفروض تعملها في الكليه. الكليه فيها حاجات كتيره جدا المفروض انك تعملها، ولكن شايف ان النصائح دي مهمه جدا واللي هي لازم تتعمل في فتره الجامعه.